إيجاد الشخص المناسب للوظيفة المناسبة في الوقت المناسب يشبه إلى حد كبير تكوين الفريق المثالي لمشروع ما. هذا بالضبط هو جوهر التوظيف. في الشركات التوظيف لا يعني فقط تعيين شخص ما، إنه عملية استراتيجية تتطلب منهجية وتفكيرا سليما وحسا عمليا. فكيف تتم هذه العملية؟ عملية توظيف حقيقية تمر بأربع مراحل رئيسية. المرحلة الأولى دراسة الحاجة. نبدأ بطرح الأسئلة الصحيحة. ما هي الوظيفة المطلوب شغلها؟ ما هي المهام المطلوبة؟ وقبل كل شيء ما هو الملف الشخصي اللي نبحث عنه بالضبط؟ المرحلة الثانية البحث عن المرشحين. هناك طريقان ممكنان. التوظيف الداخلي، وهو عندما نبحث عن الشخص المميز الموجود بالفعل داخل الشركة. الميزة هنا أنه سريع، محفز واقتصادي. مثال: موظف في مغجان تمت ترقيته ليصبح مسؤول قسم. أما التوظيف الخارجي فهو يبحث خارج الشركة، أحيانا عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنابيك، وأحيانا عبر الإعلانات الصغيرة. وهذا مفيد لإدخال أفكار جديدة أو تجديد الفريق أو تنويع الملفات الشخصية. المرحلة الثالثة الانتقاء. هنا نقوم بفرز طلبات الترشح. أولا نقرأ السيرة الذاتية، ثم تأتي الاختبارات والمقابلات، وأحيانا تجربة عملية في ظروف حقيقية. الهدف تقييم الكفاءات وأيضا القدرة على التكيف. المرحلة الرابعة الإدماج. بمجرد اختيار المرشح يجب استقباله كما ينبغي. يتم تعريفه بالشركة، بالقوانين وبمواعيد العمل، وأحيانا يرافقه مشرف أو مرشد في بداياته. إدماج ناجح غالبا ما يعني توظيفا دائما، لكن انتبهوا، فكل طريقة لها مزاياها وعيوبها. التوظيف الداخلي أقل تكلفة وأكثر تحفيزا، لكنه يحد من التجديد وقد يخلق إحباطا لدى من لم يتم اختيارهم. أما التوظيف الخارجي فيجلب دماء جديدة وأفكارا جديدة، لكنه غالبا ما يكون أطول وأكثر تكلفة، كما أن احتمال الخطأ فيه أكبر. في المغرب تطبق العديد من الشركات هذه الأساليب. شركة This Way توظف مديري منتجات ذوي كفاءة عالية، وقد ضاعفت إقامة دار سعادة عدد موظفيها لمواكبة نموها. وتلجأ البنوك المغربية إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنابيك للعثور على خريجين جدد. تذكروا جيدا هذه العبارة من أجل الامتحان. التوظيف هو عملية استراتيجية تتكون من 4 مراحل، تمكن الشركة من اكتساب المهارات اللازمة لأدائها من خلال الاختيار بين التوظيف الداخلي، الترقية أو التوظيف الخارجي، والتجديد. التوظيف هو أكثر بكثير من مجرد وضع علامات على خانات في السيرة الذاتية. إنه بناء فريق واستثمار في العنصر البشري والاستعداد لمستقبل الشركة. فهل أنتم مستعدون لاكتشاف مواهب الغد؟